عانى السوريون على مدار عقود من روتينية الإعلام الرسمي وبعده عن قضايا الشارع، واقع حاولت مؤسسات إعلامية عديدة تغيير صورته بعد العام 2011، ومنها ما كان كرديا. لكن هل نجح الإعلام الكردي في خلق الثقة بينه وبين المتلقي؟ مجموعة مواطنين في كوباني أبدوا رأيهم حول الموضوع، تبين معها أن الثقة لا تزال مفقودة، وأن بناءها سيحتاج مزيدا من المصارحة والجرأة عبر الاقتراب ربما من هموم الناس. أستطيع أن أقول للأسف إلى الآن إعلام الكردي إعلام حزبي، علما هناك في الأواني الأخيرة بوادر ناشئة لتطوير الإعلام الكردي، سواء على صعيد الفضائيات أو على صعيد الصحف. كل حزب سياسي كردي له وسيلة إعلامية أو منبر إعلامي، فللأسف كل قناة تابعة لحزب أو وسيلة إعلامية، موقع مثلا، بيناصر حزبه فقط وبيكون عدو للحزب الآخر. الإعلام الكردي ككل هو إعلام منحاز بامتياز جدا. هذا لا يعني أنه أحيانا نسق ببعض الأخبار وبعضها لا، مبين أنه في مبالغة. الإعلام الكردي أنا لا أثق به، لأن كل جهة تعمل لصالح مموليها أو ربما تعمل لصالح الحزب التي تناصر له. كل جهة تبرمج الأخبار كما يلائم ما يوافقها وما يعترضها. لذلك أنا أتابع بعض الصفحات المحلية من أشخاص عاديين، أثق بأخبارهم أكثر. رأي لا يوافقه تماما الإعلامي جهاد نبو بن كوباني، والذي يرى أن الإعلام الكردي منقسم إلى قسمين، لكن الجزء الأكبر منه منحاز إلى الشفافية، حيث يقول لبرشاف FM: طبعا الإعلام الكردي ينقسم إلى قسمين. قسم كبير منه ينحاز إلى الاستقلالية والشفافية ونقل الخبر بشفافية دون تحيز لأي فئة سياسية أو جهة سياسية. وهناك قسم أيضا مثل الإذاعات المتلفزة التي تتبع لبعض الجهات السياسية والتي تقوم بتوجيه الشعب. ولكن القسم الكبير من الإعلام الكردي طبعا هو قسم ينحاز للاستقلالية والشفافية ونقل الخبر وإيصال الرسالة إلى المجتمع الكردي. ورغم أن الثقة ذاتها تتباين من فرد إلى آخر، لكن عجز الإعلام الكردي في سوريا عن مقاربة الحقيقة في بعض الحالات، ومعيقات تعترضهم على أرض الواقع تزيد من صعوبة عمل الصحفيين، لتتشكل معها حلقة مفرغة تحتاج عملا مضاعفا لردمها. أحمد قطمي، برتشاف FM.